السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كان في مشكلة عندنا كتمريض اللي احنا نركب كانولات للناس. يعني مثلا مرضى الأورام التركيب بتاعهم صعب في الكانولا، الأطفال الصغيرة صعبة، حديث الولادة صعبة. طيب في بعض المرضى مش شرط أورام ولا أي حاجة من اللي أنا قلتها، بس بيكون صعبين في التركيب. أنا واحد من الناس عن التجربة، المدام عندي صعبة التركيب، دكاترة التخدير بيركبوا لها بصعوبة، الطوارئ بيركبوا لها بصعوبة، وبنضطر نروح عشان خاطر كانولا نروح نركبها في المستشفى، ممكن الساعة 3 بالليل 5 بالليل، او نقعد ندور على حد يقعد يركب لها يكون محترف. انا ما بعرفش اركب للمدام لانها صعبه بالنسبه لي، العاطفه بيبقى في شعور معين ايا يكن. طيب اعمل ايه ولقيت حل ازاي؟ طبعا بنتي كانت بتلعب بالقلم والفوسفور، فقالت لي يا بابا ايد كده النور اللي هو فيه، انا عندي نور هوريه لكم دلوقتي، نور ازرق. قالت لي ايده كده ونشوف القلم الفوسفور هيقيد ولا لا. كان بتلعب مع بالقلم، فقلت لها طب استني كده، فبنقيد لقيت القلم الفوسفور بايد. قمت عامل ايه؟ زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا ايدي مش ظاهر فيها القلم الفوسفور. طبعا انا جبت التورنيكيه وربطته على ايدي، وجبت جلافز وربطته على الايد التانية، وطبعا الاورده بتاعتي بدات تظهر اهي. زي ما انتم شايفين الاورده بتاعتي بتظهر، في ناس اوردتها بقى مش بتظهر. نفس الكلام ونفس الخطوات اللي هنعملها. بجيب القلم الفوسفور واقعد ارسم ايدي، ارسم كل وريد موجود على ايدي. طيب انا ركبت مثلا مفيش عندي وريد، بس عارف ان دوت مكان بيتاخد منه تحاليل او بيتسحب منه او تركب فيه كانولا قبل كده، اقوم انا برضو راسم بالقلم الفوسفور ابو 10 جنيه ده اهو. واقوم عامل ايه بقى؟ اتك على النور اللي هيكون موجود عند حضراتكم في البيت، والنور ده رخيص مش غالي، لمبه كده موجوده او سبوت موجود. ايد كده يا احمد، اطفي كده وايد اهو. اول ما قيت اللمبه شوف القلم عامل ايه. طبعا باخد صوره، باخد ايمج او صوره لايدي بالطريقه ديت، واروح بيها في اي حته في الدنيا هيركبوا لي على ايدي، هيعرفوا اماكن الوريد بتاعتي فين، واقدر اركب في البيت لو انا مش عارف اركب. يعني لو حد حتى مش محترف او مبتدئ يقدر يركب للشخص بسهوله طالما رسم بالقلم الفوسفور. وطبعا قلم الفوسفور ده ثمنه 10 جنيه زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي كل اوردتي ظاهره، وتقدروا اي حد حتى لو مش بروفيشنال يقدر يركب لي في الوريد بسهوله بالشكل ده. دي كل اوردتي. يبقى انا اقدر اخد صوره او فيديو ليا، يعني ممكن اعمل فيديو واحطه على الموبايل بتاعي واروح المستشفى، اي حد يقدر يركب لي بسهوله، هيعرف ان اماكن الوريد اللي موجوده فين. مش هحتاج جهاز. في جهاز كده كان غالي بالدولارات، بحوالي الاف الدولارات، بحوالي 80,000 جنيه، ما يعادل 80,000 جنيه او 100,000 جنيه مصري، كان بالاف الدولارات. جهاز كده بيستخدم تحت الاشعه الفوق، كان بالاشعه الفوق بنفسجيه. لا طيب انا عايز اوريكم برضو الكشاف شكله ايه. دي الاسبوتات اهي، دي الاسبوتات بتاعت الزرقاء. ايد كده واطفي يا احمد، هوريكم البيضه. طيب شايفين ايدي اهيت، ايدي اهي، ودي الاسبوتات البيضه. طبعا دي بتبقى اسمها 3 اسبوتات، تقدروا تروحوا تجيبوا الاسبوتات او لمبه عاديه، لمبه زرقاء بيسموها اللمبه الزرقاء في عند الكهربائي. معلش ايد واطفي تاني كده يا احمد لحد ما توصل للازرق. ادي الابيض الاساسي، ايد واطفي يا احمد. وده الازرق بقى، هوريكم تاني الازرق. ادي الازرق بالطريقه اهيت. نقدر نعملها للاطفال، مرضى الاورام، المرضى الصعبين في الكانولات. يعني ممكن المريض نفسه يرسمها لنفسه ويعمل فيديو او يعمل صوره. طبعا القلم اهوت زي ما انتم شايفين. القلم ده لو انتوا حطيتوه في اي حته، حتى لو على رجليا هيقيد. شايفين على رجليا اهو هيقيد بالشكل ده. اقدر ارسم بيه اي حاجه. ده اسمه القلم الفوسفوري، قلم رخيص واقدر احل بيه كل اللي انا عايزه. يعني اقدر ارسم بيه اي وريد في الجسم، او اقدر اعمل بيه ماركر، او اعمل بيه اي حاجه عشان خاطر اقدر اركب الكانولا. شكرا.